تقرب علينا، ما دخلك فينا. ما بصير. انت ما دخلك فينا، احنا ما اسمنا عليك، انت عليك. عم تستهدف وقتنا، مش اسمنا عليك. ما بصير يا اخي انا مبسوط، انا انبهرت. لا جايونا وضيعونا وقتنا. فاهم شو المدى؟ لحظة شي كل هاي بده يقول لنا شيء. لحظة إذا بتريد. الله يسعدك. أنا ما جيت أضيع وقت أحد، أنا بس حبيت أذكركم بالقرآن الكريم الذي نسيتوه، الذي تبحث عنه أنت وضياع الوقت الحقيقي. أنا عارف أنك تبحث عن الأغاني الذي ما فيش منها فائدة أو الأشياء التافهة، ومن ثم تسميها مواهب، رغم أن المواهب والمسابقات الحقيقية هي التي تخصنا كمسلمين، هي تلاوة القرآن الكريم والتسابق في حفظ كتاب الله والتغني بالدين الإسلامي واختراعات وصناعات وأشياء عديدة من المواهب، وهي التي تسمى مواهب وتستحق أن نقول عنها مواهب. هذا صح أو ما؟ نعم. لكن أنتم اتجهتم لطريق ليس طريقكم، ونهج ليس نهجكم، وهو تقليد الأجانب في كل برامجهم وحركاتهم وصوراتهم وجولاتهم، واتجهتم في طريق الذين يبحثون عن السعادة في الدنيا فقط، لأنهم لا يعلمون أن السعادة الحقيقية هي في الآخرة، وهي سعادة الفوز بالجنة، وما أعظم الجنة. كل ما يحتاج الجميع في هذه الدنيا هو موجود في هذا القرآن الكريم الذي أنزل على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وهذه هي السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله إننا على قيد الحياة الآن، والمجال مفتوح، وترك المعاصي ممكن، وأبواب التوبة مفتوحة. وكلامي هذا ليس لك أنت فقط، بل كلامي هذا للجميع. أسأل من الله الهداية للجميع، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.